ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ النهارده هنعمل مع بعض كيكة الشوكولاتة في أسرار المطبخ مع أرو. يلا نبدأ. حاجات حلوة. يا ريت تشوفوها وتتابعوها يعني. انا هقول لكم المكونات بتاعتها. انا عندي بيضتين بحرارة الغرفة، عندي معلقة خل صغيرة، نص معلقة نص كوباية كاكاو خام، مع كوباية سكر، كوباية ونص دقيق، كوباية لبن، كوباية الا ربع زيت. هاخد معلقة بيكنج باودر، وهاخد سنة فانيليا. دلوقتي انا هحط الحاجات السائلة الاول في الخلاط عشان اضربها، وبعدين ابتدي بالحاجات، بعد كده اخد الحاجات اللي هي الناشفة. دلوقتي احط البيضتين في الخلاط بتاعي كده، بالشكل ده. وهحط كوباية اللبن بتاعتي، كوباية السكر، هحط كوباية اللي هي كوباية ربع الزيت، مع معلقة بيكنج باودر ممسوحة، يا جماعة البيكنج باودر المفروض يبقى معاه دي، معلش سوري. هحط سنة فانيليا صغيرة بالشكل ده، وهبتدي هديها ضربة في الخلاط وارجع لكم تاني. وانا بضرب كده يا جماعة في الخلاط، احط معايا معلقة الخل اللي انا كنت قلت عليها، بس وهي كده خلصت. انا كده وصلتها للقوام ده كده بالشكل ده، ضربتها ضربة كويسة. دلوقتي بقى ابتدي اضيف بقى الحاجات اللي هي المواد الجافة. احط الدقيق، وهضيف الكوباية ونص الدقيق بتاعتي، احط عليهم النص كوباية اللي هي الكاكاو الخام، وهحط عليهم المعلقة اللي هي بتاعة البيكنج باودر بتاعتي، وهقلبهم كويس كده. وهحط سنة ملح صغيرة او ذرة صغيرة، دي سنة بس يا جماعة. هقلب المواد دي كلها على بعضيها كده بالشكل ده. وهنزل بالخليط بتاعي في الطبق بالشكل ده، هنزل بيه حبة حبة بالشكل ده، وفي اتجاه واحد علشان ما خرجش منها الهواء. احط بقية الخليط كده، اقلبها كويس بقى بالشكل ده. افضل اقلبها لغايه لما تتجانس مع بعضيها، تديني القوام ده كده. قلبيه حلو قوي علشان تديكي قوام حلو. بالشكل ده انا عايزاه بقى الخليط يوصل لكده. طبعا هروح ابطن الصينيه بتاعتي بندعه زيت صغيره وحبه دقيق،
ابتدي افضيها فيها. الصينيه بتاعتي اهي. وحطيت دقيق صغيره جدا اهي. ابتدي بقى ان انا اوزعها كده بالطريقه دي على الصينيه كلها كده كمان. بالشكل ده. واروح احط معلقه دقيق صغيره كده بالتبطينه بتاعتي. بالشكل ده. ابتدي بقى اوزعها بالشكل ده. انا كده بطنت الصينيه بتاعتي بندعه زيت ومعلقه دقيق صغيره. وابتدي بقى انزل الخليط بتاعي كله في الصينيه بالشكل ده. بالشكل ده كده اهو. واحطها في الفرن على درجه 180 درجه. واحطها رف اوسط تاخد تستوي من تحت. وبعد كده اولع عليها الشوايه من فوق تاخد لون حلو واطلعها. بالشكل ده يا جماعه. ازاي كده عشان اظبطها وادخلها بقى الفرن. مطلع من الفرن واوريكم شكلها النهائي. انا كده حطيت الصينيه بتاعتي في الفرن. طبعا مش هفتح عليها لمده نص ساعه الاول. اول ما اشم ريحتها ابتدي بقى ان انا اشوفها بس من بعيد. واول ما تفوت نص ساعه يعني بالكتير قوي 45 دقيقه ابتدي ان انا افتح عليها الفرن واشوفها. طبعا هختبرها بخله او بشوك او بسكينه ممكن. انا دلوقتي هحضر معاكم الصوص بتاع الشوكولاته بتاع الكيكه من فوق. بيبقى طعم جميل جدا يا جماعه وبيديله طعم حلو قوي. ده كوبايه لبن، معاها نص كوبايه سكر، معاها معلقتين ونص كاكاو. لان هي ده كاكاو خام، لان هي طبعا فيها كاكاو كتير. فانا مش حابه اكتر كاكاو اكتر من كده عشان ما تجزعش. طبعا انا معايا هنا اهوت نص كوبايه زيت. انا مش هحطها دلوقتي، اما اضرب الخليط بتاعي واحطها. هضرب الخليط وارجع لكم تاني. بصوا يا جماعه انا هنزل بيها سنه بالشكل ده عشان تديني التقل بتاع الصوص بتاع الشوكولاته. وده شكل يا جماعه الصوص بتاعي بعد ما ضربته في الخلاط. انا هحطه في التلاجة شويه لغايه لما الكيكه بتاعتي تستوي واطلعه ارشه على الكيكه بتاعتي. ماشي. جميل جدا يا جماعه. ارجع لكم تاني بعد ما اخلصه. وده شكلها يا جماعه بعد ما طلعت من الفرن. ما شاء الله عليها. انا اختبرتها بالسكينه كده لقيتها الحمد لله استوت ما شاء الله عليها جميله جدا. هبتدي بقى ايه ان انا انغزها كده بالسكينه، او لو عندي خل اعمل بيها. انا هعمل كده بعيد عن بعضه كده عشان ما هبطهاش برضو ان هي لسه خارجه من الفرن. وهبتدي اشربها بالشوكولاته بتاعتي اللي عندي اللي انا عملتها اللي هو الصوص بتاع الشوكولاته. انزله كده. ده بيطريها وبيخليها جميله جدا من جوه. بالشكل ده. وهسيبها هي تتشربها في ثواني يعني. هسيبها تتشربها خالص. وبعد ما تتشربها هرجع لكم تاني عشان اقطع لكم منها قطعه واوريها لكم. ورجعت لكم تاني يا جماعه بعد ما اتشربت هي الشوكولاته بتاعتها كلها وهديت شويه. انا طبعا انت لو تاخدوا بالكم ان احنا يعني بنحب الشوكولاته بطريقه غريبه شويه ممكن غير كل الناس يعني. فانا بشرت بشره شوكولاته كده قلت ارششها عليها بتدي طعم برضو جميل جدا. طبعا وانا اولادي مدمنين شوكولاته فقلت ايه
يعني هي رشه كده بتدي شكل حلو وفي نفس الوقت طعم جميل. بالشكل ده كده. بس خلاص كده حلو قوي كده. ابتدي بقى اقطعها لكم. بسم الله الرحمن الرحيم. بالشكل ده يا جماعه، طريه جدا وهشه جدا، جميله جدا. طبعا هي ايه بنتي بتقول لي قطعيها 7، نقطعها 7 كده. ما هو برضو على حسب ما انت محتاجه الشكل برضو ممكن تعمليه. بالشكل ده. بصوا يا جماعه، هي عامله زي التورته بالظبط او زي الجاتوه، يعني شكلها رهيب وطعمها احلى. نقطع دي كده بالشكل ده. هطلعها واوريها لكم من جوه عامله ازاي. ودلوقتي يا جماعه ده شكلها النهائي، طريه جدا وهشه جدا. وبص عامله ازاي، ما شاء الله، لسه هتطلع سخونيه، لسه سخنه شويه، فانا حبيت اوريها لكم. بص سمكها قد ايه، وما شاء الله عليها هشه جدا، وريحتها تحفه. الشوكولاته مخليها ريحتها جميله جدا. فلو عجبتكم بقى متنسونيش في اللايك والشير وتفعلوا زر الجرس علشان يوصلكوا اشعارات بكل جديد. ما تنسونيش بقى. انا بحب تعليقاتكم جدا، بحب كل الكلام اللي بتقولوه حلو جدا في التعليقات. وده منظرها بعد ما خلصت. اتمنى انها تكون عجباكم تنال اعجابكم. و السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.